المشاهدون الأكارم، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائيات الإريترية، نستحلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. جهود لضمان توفير العلف الحيواني في إقليم الكشبركة. وزارة الزراعة تدعو للسعي الحثيث لمراقبة جراد الأشجار. الاحتفال بذكرى تحرير مدينة نعفة. الرئيس الروسي يعلن أن بلاده ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا. هندوراس تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان وتعترف بالصين. وقتلى وأضرار جسيمة في ولاية ميسيسيبي الأمريكية جراء عواصف عاتية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تقوم مؤسسة الغلال والمواشي بجهود فعالة لضمان توفير العلف الحيواني في إقليم الكشبركة. وأوضح مدير مشروع كتايا الزراعية السيد حبن تسفهنس حصاد وتجميع الذرة من الزراعة المطرية في مساحة حوالي 3000 هكتارا بتضافر جهود الشعب وقوات الدفاع. ويجري حاليا تجميع القصب والحشائش للعلف الحيواني. وقال إن تجميع القصب والحشائش بهدف توفير العلف للحيوان التي يتم تربيتها في مختلف مناطق البلاد. دعت وزارة الزراعة كافة الجهات المعنية للقيام بمتابعة جادة للسيطرة على ظاهرة جراد الأشجار. وأوضح فرع العلاقات العامة للوزارة بأن ظاهرة جراد الأشجار كانت منحصرة في إقليم الكشبركة فقط، إلا أنها توسعت في الوقت الحالي إلى أقاليم عنسبة والجنوب والشمال البحر الأحمر. وقال مسؤول وحدة الآفات المهاجرة سيد تدروس يوم بأن جراد الأشجار يعد أحد الآفات المهاجرة ينتقل من وإلى مكان آخر ليلا ولا يبيت في المكان الذي قضى فيه نهاره، مما يجعله آفة خطيرة. وأوضح السيد تدروس بأن جراد الأشجار هو من الآفات المضرة بالأشجار، ويضر أيضا بالفواكه والخضروات وبعض أنواع الذرة في حال لم يحصل على الأشجار، وهذا يزيد في مدى خطورته، مناشدا المزارعين والخبراء الزراعيين والإدارات والجيش للقيام بمتابعة جادة للسيطرة على هذه الظاهرة المقلقة. وتوضح تقارير منظمة الأغذية والزراعية الدولية بظهور محدد لجراد الأشجار هذا العام، عكس الجراد الصحراوي الذي لم يظهر بصورة مقلقة سواء على المستوى الإقليمي والعالمي. احتفلت مدينة نعفة بذكرى تحريرها 46 بحضور حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة وقادة الجيش والأعيان وجمعية جماهير الساحل سابقا وممثلي السكان. وأوضح مديرية نعفة السيد يعقوب إدريس في الكلمة التي ألقاها في المناسبة إن نعفة التي لم تعد إلى أحضان الاستعمار أبدا بعد تحرير تعتبر مؤشر الصمود للشعب والمناضل. وقال إن نعفة مدينة الفخر والاعتزاز وتورث الأجيال قيم الصمود والتفاني التي تتجدد دوما، مشيرا إلى المرحلة المبشرة الجديدة. شهد الاحتفال برامج ثقافية وفنية عكست بطولات المناضلين وصمود وتفاني الشعب ومعرضا للصور. نظم الاتحاد الوطني للمرأة دورة تدريبية ل32 امرأة بأنشطة لمكافحة العادات الضارة في مديريات دكمحري والدبار وعدخالة. نظمت الدورة التدريبية من 21 وحتى 23 من مارس في مدينة مندفر، وتضمنت دور أعضاء الاتحاد الوطني لمكافحة العادات الضارة والاختلاف بين الجنس والجندر والعادات والتقاليد. وأوضحت مسؤولة فرع الاتحاد في الإقليم الجنوبي السيدة سنايد أفورقي أن الناشطات في أعمال مكافحة العادات الضارة بالمرأة لهن دور كبير لمحاربة زواج القاصرات وختان الإناث، منادية لتضافر الجهود للدفع بالإنجازات التي تحققت في هذا المجال. وأكدت المشاركة في الدورة التدريبية على أهميتها، مطالبات لتنظيمها على مستوى المديريات.
من ناحية ثانية، عقد في مدينة تاساني سيمينار لطالبات المرحلة المتوسطة حول تغيرات المراهقة والمصاعب الآنية التي تحدثها. وتناول السيمينار أيضا مواد التجميل الكيميائية وأضرارها على الجلد وتأثيراتها الصحية والاقتصادية. مشاهدينا الأكارم، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة بثها التلفزيون الروسي أن موسكو ستنشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروسيا بحلول يوليو. وبرر هذا القرار بنية لندن في إرسال ذخائر باليورانيوم المستنفد إلى أوكرانيا وفق تصريحات صدرت مؤخرا عن مسؤولة بريطانية. وتوعد بوتين باستخدام هذا النوع من القذائف إذا تلقت كييف ذخائر مماثلة من الغربيين. وكشف الرئيس الروسي اعتبارا من 3 أبريل سنباشر تدريب الفرق، وفي الأول من يوليو سننجز بناء مستودع خاص للأسلحة النووية التكتيكية على أراضي بيلاروسيا. أعلنت الصين إقامة علاقات دبلوماسية مع هندوراس فيما يشكل انتصارا لبكين مع إبعادها حليفا جديدا عن تايوان التي لم تعد تعترف بها إلا 13 دولة في العالم. وتضمنت تغريدة للناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هو شين يينغ أن الصين وهندوراس أقامتا علاقات دبلوماسية. من جهتها أعلنت هندوراس قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان بعد 11 يوما على إشارتها إلى أنها ستقيم علاقات دبلوماسية مع بكين في قرار استدعى رد فعل فوريا من تايبه. ويأتي هذا الإعلان بعد يومين على زيارة أجراها رينا إلى بكين بدعم من كاسترو للبحث في مسألة إقامة علاقات دبلوماسية ثنائية. واتهمت تايوان الصين بالضغط على حلفائها الذين يتراجع عددهم للانضمام إلى صفوفها بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين تايوان وهندوراس. قتل ما لا يقل عن 26 شخصا بولاية ميسيسيبي الأمريكية جراء زوبعة وعواصف غاية وفق ما أفادت السلطات المحلية، فيما أكد الحاكم ناين تيريزا أن فرق البحث والإنقاذ لا تزال نشطة. وأظهرت لقطات تلفزيونية منازل سويت بالأرض وحطاما متناثرا في الطرق بينما تحاول أجهزة الطوارئ الوصول إلى من يحتاجون المساعدة. وأضافت أن ما لا يقل عن 4 أشخاص في أعداد المفقودين، إضافة إلى تسجيل عشرات المصابين، في حين أن عشرات الآلاف من الناس في ميسيسيبي وألاباما وتينيسي صاروا محرومين من الكهرباء. وحذرت هيئة الأرصاد الوطنية السكان من أنه مع استمرار عمليات إزالة الركام تظل الأخطار حتى بعد استمرار العواصف. في خبر نهاية هذه النشرة، يقوم ملايين الناس في جميع أنحاء العالم بإطفاء الأنوار لساعة من الزمن لزيادة الوعي بالقضايا البيئية والمخاطر التي تواجه الأرض، حيث يرى أنصار البيئة أن هذه الساعة التي تطفأ فيها الأنوار هي من أجل الكوكب ومن أجل مستقبل الكوكب وسكانه. وتعد ساعة من أجل كوكب الأرض حدثا عالميا يتم تنظيمه في كل عام في كل بلد في آخر يوم السبت من شهر مارس، يقفها العالم على الأمل المساهمة في حماية الكوكب. وتشارك المعالم الشهيرة عبر العالم في مبادرة ساعة من أجل الأرض، حيث أطفأت دار أوبرا سيدني الأسترالية أنوارها وأغلقت أبوابها دعما لمبادرة ساعة الأرض. كذلك قامت العديد من المعالم الأخرى في العواصم في جميع أنحاء العالم بإطفاء أنوارها بشكل رمزي. نهاية النشر هذا تذكير بأبرز العناوين. جهود لضمان توفير العلف الحيواني في إقليم الكاشبركة. وزارة الزراعة تدعو للسعي الحثيث لمراقبة جراد الأشجار. الاحتفال بذكرى تحرير مدينة نوفا.
الرئيس الروسي يعلن أن بلاده ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا. هندوراس تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان وتعترف بالصين. قتلى وأضرار جسيمة في ولاية ميسيسيبي الأمريكية جراء عواصف عاتية. مشاهدينا الأكارم، هكذا نكون قد وصلنا وياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات الفريق العامل ودمتم في أمان الله.